السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض مكرونة باللحمة المفرومة. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا، نحط نفرم الصلصة. الاول هنحط الطماطم والبصل والثوم. حطينا الطماطم والبصل والثوم في الخلاط وهنضربهم مع بعض. طبعا بعد ما اتفرموا هيكونوا معانا بالشكل الجميل ده. هناخد باقي اللي فرمناه كله ونحطه في الحله عشان تتسبك. حلتنا الجميله على النار، نحط بقى شفشق الطماطم بالبصل بالثوم لغايه ما تتسبك وتبقى صلصه مكرونه. هنا بقى حطينا الميه بتاعت المكرونه على النار. نفضي المكرونه، نحط معلقه ملح، نص معلقه، تمام. ونجيب المكرونه بتاعتنا نقلبها لغايه ما تتسلق معانا. احنا معانا المكرونه على النار، الصلصه بتاعتنا على النار، تمام. هنحط بقى على الصلصه شويه ملح، تمام. ونحط الفلفل الاسود بتاعنا، نحط الكمون بتاعنا، نسيبها بقى نخلي تقليبه كده بسيطه. وفي الاخر خالص احنا بنحط الزيت، ما بنحطش الزيت دلوقتي. هنغطيها ونسيبها تتسبك. النسكافيه بتاعنا دي برد واحنا شغالين. نيجي بقى للتعصيجه بتاعت اللحمه المفرومه. معانا 3 بصلات وفصين توم واللحمه بتاعتنا. هنفرم بقى البصل بس على الايد، مش في كبه او في اي حاجه تانية او في مبشره، لا، على الايد بس يكون ناعم كده. احنا قطعنا مع بعض البصل بتاعنا، تمام. المكرونه بتاعتنا اهي اتسلقت، هنصفيها بقى هنا. احنا صفينا المكرونه بتاعتنا، تمام. سيبها بقى تهدى عشان احنا بنخلص بقيه الاكل بتاعنا، تمام. ده بقى الحله فيها شويه زيت وحطينا معاها الثوم والبصل، تمام. هنا بقى الصلصه بتاعتنا شايفين، سيبوها بقى تهدى مع نفسها لغايه ما نكمل بقيه الاكل. هنا بقى بعد ما اتبلت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام، هننزل بقى بمعلقه هيسيب شطه حراقه. دي بتبقى اختياري يا جماعه، اللي عايز يحطها يحطها، بس هي بتبقى تيست رهيب جدا في الاكل. نقلبها، نحط بقى مع بعض الكمون بتاعنا والفلفل بتاعنا عشان ياخد تحميصه. حطينا ورقه لورا وشويه 7 بهارات. نقلب بقى في البصله شمين ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك. تحميصه بسيطه كده ونبدا نحط اللحمه المفرومه بتاعتنا. هنا بقى هنبدا نحط اللحمه المفرومه بتاعتنا، بسم الله، ونقلبها لغايه ما اللون الاحمر ده يختفي. شايفين بقت جميله ازاي؟ ما شاء الله. نحط الملح بقى، حطينا الملح بتاعنا ونقلب، وبعدين نحط كوبايه ميه، نسيبها بقى تهدى على نار هاديه. في اللحظه دي بقى هنحط الزيت بتاعنا عشان تتسبك، عشان هي خلاص قربت تستوي، دخلت في مرحله السوا. نقلبها تقليبه بسيطه ونسيبها على نار هاديه. قطعنا البطاطس بتاعتنا اللي هنحمرها ونحط معاها شويه ملح قبل ما نحمرها، طبعا بربع ساعه تبقى مقرمشه وجميله وزي الفل. بصوا بقى هنا كل حاجه بقت جاهزه. شوف بقى الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. هنفضي اللحمه المفرومه على صلصه المكرونه. كده بقى هنقلبها مع بعض. الله اعظم، الله اعظم. في اللحظه دي بقى هنحط المكرونه.
هي دي المكرونه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بالراحه، نقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك المكرونه عامله ازاي. بألف هنا وشفا يا رب العالمين. اتمنى اللي وصل معايا لنهايه الفيديو ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا اللايك. بحبكم في الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كده هنغطيها، استوي بقى مع نفسها ونحمر البطاطس معاها. لا اله الا الله.